السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هنعمل مع بعض وصفة تحفة، يا رب تعجبكم ان شاء الله. هنعمل فطير بالسبانخ. لو ولادك بقى مش بيحبوا السبانخ تعالي بقى اقولك على طريقة تحفة ان شاء الله يقولولك دايما عايزينها. ده بقى شكل الفطير بعد ما اتعمل، بص شكله عامل ازاي، شايفين؟ حاجة كده ولا اروع من كده مفيش. تحفة تحفة. السبانخ بقى كانت طعمها فيه والله العظيم تحفة، كان جميل جدا جدا. ده معايا كيلو سبانخ غسلته كويس وبعد كده قطعته، وبعد كده جبت بصلة فرمتها ونزلت عليها بمعلقة زبدة، شوحتها كويس كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بقى اول ما تاخد تتشوح، بس يعني مش لازم تاخد اي لون ابدا. بس هنزل عليها بقى بالسبانخ وهقلبها كويس، مش هحط بقى ولا ميه ولا اي حاجه ابدا ابدا. هحط السبانخ بس كده واقلبها كويس واسيبها، وبعد كده اغطيها. هي هتنزل الميه بتاعتها كلها، انا المطلوب مني ان انا اخليها تنزل كل الميه اللي فيها. همسكها بقى احط عليها معلقه ملح صغيره وفلفل وكمون مش كتير قوي يعني، وشويه بهارات فراخ. ولو عندك بقى اي حاجه بقى، عندك لحمه مفرومه حطي، مش عايزه تحطي ده براحتك انتي، يعني هي اساسي السبانخ بس. في الفطيره ده اساس السبانخ. عايزه تحطي فراخ حطي، مش عايزه تحطي حاجه ما تحطيش، يعني السبانخ بس. السبانخ بقى هنزل عليها ببقدونس وكزبره خضراء هقطعهم كويس، وهنزل عليهم برضو معاهم عشان نسيت اقول دي، يعني انا كنت مقطعاهم مع السبانخ. بقدونس وكزبره هقطعهم كويس واحطهم معاهم، وهقلبهم بقى كويس زي ما انتوا شايفين كده، واسيبها بقى تستوي كويس قوي قوي وتنزل كل الميه اللي فيها. بس كده بقى كنت بحط البهارات بتاعتها. هقول تاني البهارات برضو اللي هو ملح وفلفل وشويه كمون صغيرين وبهارات فراخ. بس هقلبهم بقى كويس. هي هنا كده قربت خلاص تستوي. هنزل بقى بفراخ انا كنت مشوحاها كده بس، واحطها بقى عليها. انا ما حطيتهاش في الاول عشان ما تتهريش، يعني ما حطيتهاش قبل السبانخ عشان ما تتهريش، ما حطيتهاش مع البصل عشان ما تتهريش مع التقليب ما تتهريش مني. فحطيتها بقى، حطي الكميه اللي انت عايزاها يعني، او مش عايزه تحطي فراخ مش لازم. هنا بقى كنت بجهز العجينه. ده نص كيلو دقيق، عليه نص معلقه ملح. والعجين بقى ما بيبقاش ميه محدده، يعني انا بعجن لحد ما العجينه تلم معايا وتديني القوام اللي انا عايزاه. طبعا بتكون العجينه كده ايه، ولا ناشفه ولا طريه، يعني عجينه متماسكه كويسه كده حلوه تعرفي تفرديها معاكي. هنا بقى كنت انا بحط ميه لحد الكميه اللي انا عايزاها بالظبط. هنا بقى بلم العجينه. انا خلاص كده بقى مش هحتاج احط ميه تاني، هلمها كويس. هنا كنت عايزه بس معلقتين ميه بس حطيتهم. هلم بقى العجينه كلها. هنا كنت بفردها بكمل العجن بتاعها على الرخامه. هعجنها كويس قوي، اهم حاجه تعجني فيها كويس، يعني حوالي كده اكتر يعني 7 8 دقايق كده عجنها كويس قوي. هنا بقى هقطعها، طبعا النص كيلو هيعمل معايا 4. هقطعهم الأربعة وهبدأ بقى أسيبهم يرتاحوا. السبانخ كانت معايا على البوتاجاز، كنت أنا إيه سايباها بقى تستوي شوية كده. بس قطعتهم ب4 زي ما انتوا شايفين كده. هسيبهم بقى يرتاحوا شوية. كانت خلاص السبانخ استوت بقى، كانت وصلت التسوية اللي أنا إيه عايزاها، والفراخ اللي فيها استوت خالص. بس هبدأ بقى أفرد الفطير معاكم. العجينة بقى كانت ارتاحت، هبدأ بقى إيه أفردها. هو هيبقى فطير يعني صغير مش كبير قوي. كان طعمه تحفة، حاجة جميلة جدا جدا والله، جربوه ان شاء الله مش هتندموا ابدا ابدا. ولو ولادك فعلا مش بيحبوا السبانخ والله العظيم هيطلبوها، يعني انا عندي عيالي مش بيحبوه والله حبوه جدا جدا. افردها بقى كده زي ما انتوا شايفين. المادة الدهنية بقى اللي هفرد بيها سمنة على زبدة. وهحط معاهم ربع معلقة بيكنج باودر، يعني دول حوالي كوباية سمنة على زبدة. هحط معاهم ربع معلقة بيكنج باودر. هقلبها كويس. طبعا معلقه البيكنج باودر زي ما قلت لكم برده في الفيديو بتاع الفطير اللي عملته معاكم قبل كده،
علشان يخلي الفطير مورق كده، وبيبقى حاجة تحفة يعني، كل طبقة منفصلة عن التانية، بيبقى مورق كده بقى وحاجة جميلة. هبدأ بقى كده افرد بالفرشة بكل سهولة خالص. هفرد السمنة كده بالفرشة، وبعد كده بقى ايه، هفردها تاني. هتسهل اما افرد اول طبقة السمنة دي، بتسهل معايا الفرد. كده بقى كنت بفردها عشان هي خلاص لما بحط طبقة السمنة في الاول بتسهل معايا الفرد قوي. هعمل ايه بقى، هطبقها، هبدأ اطبق من الجنب ده ومن الجنب ده. بس انا بقى ايه، كنت يعني كده طبقتها خلاص اهوت من الجنب ده على الجنب ده. بس هنا بقى كنت نسيت احط طبقة الزبدة، رفعتها وهرجع احطها تاني. بس زي ما انت شايفة كده لزقت معايا، بس مفيش اي مشكلة خالص، عادي مفيش مشكلة خالص، هعرف اتعامل معاها. بس هبدأ برضو ايه، احط طبقة السمنة التانية وهطبقها زي ما انتوا شايفين كده. يعني هاخد الجنب اللي تحت اطبقه، وابدأ بقى احط الايه، السبانخ. بس احط في النص كده، ما احطش من بره عشان ما تطلعش منها. وابدأ بقى اطبق زي ما انتوا شايفين كده، واحط سمنة، واطبق واحط برضو سمنة. كل مرة اطبق احط سمنة علشان ما تبقاش لازقة، وما يبقاش زي العيش كده، يبقى فطير. يعني هو بيبقى حاجة كده تحفة. وممكن على فكرة تغيري الحشوة ده براحتك جدا، يعني انت ممكن تحطي اي حشو، اي حاجة بقى عايزة تحطيها. عايزة تعمليه حلو حطي كاستر، حطي شوكولاتة. عايزة تعمليه برضو بالفراخ، عايزة تعمليه بالجبنة، بأي حاجة ممكن تعملي تغيري الحشوة دي بتاعتك انت. بس والله بالسبانخ حاجة تحفة 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 فعلا. يعني اي حد مش بيحب السبانخ هيجربها بالطريقة دي، هيحبها جدا. هنا بقى كنت بعمل واحدة كمان تانية برضو معاكم بسرعة، مش بياخدوا وقت ابدا ابدا. هطبقهم كلهم. خلاص بقى كنت بدخل الاتنين دول الفرن، هجهز بقى الاتنين التانيين. انا كمية السبانخ اللي انا عملتها معاك الكيلو ده عمل معايا التلاتة، يعني عمل معايا التلات فطيرات. في واحدة بقى في الأخيرة عملتها فاضية. فممكن انتي بقى ايه، يعني لو مش حابة حابة تزودي بقى معاكي، حابة تعمليها مثلا، مش حابة تحشيها كلها مثلا زي ما انا حطيت فيها كده كتير، براحتك برضو. يعني انا عملتها على 3 فطيرات، وخليت الكيلو على 3، لان انا بحب طعم السبانخ فيها قوي قوي. دي بقى كانت الفطيرة الأخيرة اللي أنا كنت بعملها الفاضية. كانت برضو جميلة جدا، والله العظيم ما كانتش صغيرة قوي، يعني كانت حلوة. طبقتها برضو وسبتها ارتاحت، وبعد كده بقى عملتها. هنا بقى كانت ايه، طلعت من الفرن كانت تحفة بقى ومقرمشة كده وحاجة جميلة. هسيبها بقى تبرد وهقطعها معاكم. شايفين شكله عامل ازاي، حاجة جميلة جميلة. ممكن بقى تغيري الحشوة، اي حاجة انت عايزة تعمليها، لحمة مفرومة، فراخ، جبنة، اي حاجة. شايفين الجمال، حاجة كده تحفة تحفة. جربوه والله العظيم ان شاء الله يعجبكم. ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتعملوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد.